اهلا بيكم فيلم جديد وملخص جديد من ملخصات سمر وعبد القادر. لو لسه مش مشترك في القناه فابدا الاشتراك وكمان فعل الجرس علشان يوصلك مننا كل جديد، واللايك والكومنت كمان عشان تقول لنا رايك في الفيلم. بيبدا الفيلم في سنه 1999 مع بنت بتغني في الكنيسه يوغوسلافيا اسمها كاترينا، واهلها بيكونوا موجودين وهي بتغني وبيكون صوتها جميل جدا. وبنروح للندن سنه 2017 قبل اسابيع من عيد الميلاد، وكاترينا بتفوق من ذكرياتها وهي صغيرة في ألحان مع شاب اتعرفت عليه جديد اسمه آد، وبتسأله إن كان ممكن نبات عنده الليلة دي لحد لما تلاقي بيت ليها. بس بيتفاجئ آد تاني يوم بحبيبته وبتشوف كاترينا وبتطردها من البيت لأنها بتفتكرها فتاة ليل، وبتحاول كاترينا تفهمها لكن حبيبة آد ما بترضاش تسمعها وبترمي لها شنطتها، وبتضايق كاترينا من نفسها جدا. وبتغير كاترينا اسمها وبيكون اسمها الجديد هو كيت، وبتقرر ترجع لشغلها في محل هدايا تذكارية لعيد الميلاد، وبتكون صاحبة المحل اسمها سانتا يوبخ، بس ده بيكون مش اسمها الحقيقي، ده اسمها المستعار. وفي يوم من الأيام بيروح لكات راجل في المحل بتلاحظ إن هو بيبص للسما. بتكون مستغرباه جدا، بتروح له وبيعرف نفسه إن اسمه توم ويبستر، وبتسأله بيبص على إيه. بيشاور لها وبيبصوا هما الاتنين للسما، وبيكون في طائر نادر بيطير في السما، بس بيجي على كات فضلات من الطيور، وده بيدمر أول لقاء ليهم مع بعض. بتروح كات الحمام علشان تنظف وشها، وبتتصل بصاحبتها، وبتروح كات تقعد عند صاحبتها جينا، وبتكون حامل. بيشوفها روفوس وبيعرف إنه شافها في مرة حرقت القارب بتاعه بعد ما ولعت عود كبريت قريب من القارب، وبيعزمها رافوس علشان يتعشوا مع بعض، بس بترفض علشان هي بتحب تاكل الاكل بره في المطاعم. الصبح بتحرج كات نفسها مع صاحبتها جينا وزوجها رافوس لما بتبوظ مشروع شغال عليه رافوس، وبتمشي كات من عند صاحبتها جينا علشان ما تضايقهاش في الحمل بتاعها. وبيروح الراجل تاني للمحل بتاع الهدايا اللي بتشتغل فيه كات، وبيكون باين عليه انه بيحب سانتا يوبخ. وبتسألها كات ان كانت هي بقى بتحب الراجل ده، فبتقول لها سانتا انها بتحبه فعلا. وبالليل بيكون عند كات امتحان وبتنساه خالص، وبتوصل قبل ما يقفلوا المكان بس ما بيعجبهمش صوتها. وبتقابل توم وهي مروحة وبيقول لها ما تيجي نتمشى شوية. بتقول كات ان عندها امتحان تاني يوم، يوم السبت. وبتنبسط كات لما بتتمشى مع توم، وبتحس انها مرتاحه له، وبتسأله عن رقمه، بس بيقول لها انه ما عادش بيستخدمه علشان بيشغله عن شغله. والصبح بتلاقي كيت الشرطة لما بتروح شغلها علشان هي نسيت تقفل الباب قبل ما تروح الامتحان، وبتتحجج سانتا انها مهملة وكان ممكن يحصل سرقة بسببها، وبتكسر سانتا الشباك علشان تاخد من كيت تعويض عن اللي حصل. وبتقول لها سانتا انها هتديها فرصة تانية علشان تثبت انها تستحق المكان اللي هي فيه. وبتقابل كيت توم وبيقول لها انه بيشتغل في ملجأ تطوعي وانها ممكن تجيب سانتا علشان تثبت لها ان نيتها كويسة. وبيوديها توم قاعة علشان تتدرب على الامتحان بتاع الموسيقى بتاعها، وبتثبت سانتا ان شغلها كويس، وكمان بتساعد سانتا تكون مع الراجل اللي بتحبه. وبيختفي توم ما بنعرفش كيت توصل له، وبتروح له الملجأ اللي بيشتغل فيه بس بيكون واحد تاني غير اللي كيت تعرفه. وبتقعد مع الأطفال تلعب معاهم، وبتروح بيتها بتلاقي عيلتها في البيت وبيحتفلوا بترقية أختها مارتا، وبتتخانق معاها وهي متعصبة علشان ما شافتش توم. وبتكون أختها بتحب واحد اسمه ألبرتو بس بيسيبها وبيحب واحدة تانية اسمها ألبا، وأبوها وأمها كمان غلطانين علشان ما بيحاولوش يصلحوا علاقة كيت بأختها مارتا. وبيمشي كيت ومارتا من البيت وهم زعلانين من بعض، وبتروح كيت تشرب وهي زعلانة. وبتروح الملجأ اللي توم بيشتغل فيه، وبيقول لها توم إنه كان بيساعد ناس تانية في منطقة تانية خالص، وبيقول لها تروح معاه بيته وبيكون البيت جميل ومترتب. وبتحكي كيت عن ماضيها وانها عملت عمليه زرع قلب علشان قلبها ضعيف، وتوم ما بيكونش مهتم اصلا وحاسس انها عايزاه جنبها على طول، وان كيت ضعيفه فبتحس كيت ان توم بيستغلها وبتسيبه وتمشي. وبتنتهي علاقتهم مع بعض، وبتقرر انها تساعد ملجأ المتطوعين عن طريق انها بتغني قدامه كل يوم من غير فلوس، وكمان بتجمع اي مغنيين حابين يساعدوا الاطفال. وبتتصالح كيت مع عيلتها وبتسامحهم، وبتروح تزور اختها. بس بتلاقي قلبة حبيبة ألبرتو اللي بتفتح الباب ليها، وبتطلع مارتا وبتطلب منها كات إنها تسامحها عن كل اللي حصل. وبتاخد كات أبوها وأمها وبيروحوا السوق مع بعض، بتفسحهم كات وبيكونوا كلهم مبسوطين. وبتزور جينا وبتتأسف ليها عن كل المشاكل اللي عملتها. بتروح كات تزور توم في شقته، بس بتلاقي راجل تاني هناك وبتسأله عن توم. بيقولها إن الشقة كانت معروضة للبيع من كذا شهر، وإن توم اللي كان عايش هنا مات، وإنه كان فاكرها المشتري الجديد. بتتصدم كات لما بتعرف إن توم هو
هو اللي اتبرع ليها بقلبه علشان تعيش وبتزعل عليه، بس بتقرر تساعد الفقراء والمحتاجين، وبتحتفل مع عيلتها في الملجأ بحفلة عيد الميلاد، وبتشكر الكل على وجودهم معاها واحتفالهم بحفلة عيد الميلاد. وبعد شهور بيجيبوا طفلة وبيسموها إليسا، وبنشوف ريتشارد بعد ما دخل السجن علشان بيتعاطى المخدرات، وبيكون باين عليه إنه ندمان على اللي حصل، وبيقرر إنه يعتذر لهالي لما يخرج. وبعد كام سنة بيقابل ريتشارد هالي صدفة في الشارع، وبيقول لها إنها اختارت صح وإنه ما يستحقهاش، وبيطلب منها إنها تسامحه، بس ما بتقدرش إنها تسامحه علشان ظلمها كتير وعذبها. وبتروح لجرين بوتين وبتحضنه وبتقوله إنه أحلى حاجة حصلت لها في حياتها. وبنروح لكلوي وهو بتشوف واحد بيتقدم لحبيبته واسمه ديلان، وبيكون حبيبته اسمها جريس، بس ما بتوافقش جريس على عرض الزواج علشان هو طول الوقت في شغله ومش هيعرف ياخد باله منها. فبيزعل ديلان جدا وبيرمي الخاتم على كلوي، فبتمشي كلوي وراه علشان ترجع له الخاتم، وبيكون ديلان محبط جدا. فبتقول له انه مش لازم يتخلى عن حبيبته بالسهولة دي، ولازم يحارب علشانها. فبيقول لها ديلان انها ما تعرفش حاجة عن الرفض. فبترد كلوي عليه انها بتترفض كل يوم علشان بس تجيب اكل ليها، وبتديله الخاتم وبتمشي. وبيوقفها وبيقول لها انه هيعزمها على الاكل، بيوديها مطعم وبيجيب لها غدا. ونفس الوقت ده بتكون حبيبة جريس مع مديره، وبيكون خلاص ارتبطوا، وبيكون متضايق جدا، وبتكون كلوي زعلانة عليه وبتقرر تساعده، وبتقول له ان اللي هي محتاجاه فستانين بتوع حبيبته السابقة وعشاء في مطعم فاخر. وبتلبس كلوي الفستان الأحمر وبيكون جميل جدا عليها، وبيبص لها ديلان كده بإعجاب، فبتسيبه كلوي وبتقول له انت بتبص ليه كده ليه يعني. فبيقول لها انه مش مصدق انها نفس البنت اللي شافها الصبح. وبيقابل ديلان مديرته وحبيبته في نفس المطعم، وبتكون كلوي معاه وبتشوفه جريس، وبتكون غيرانه جدا، وبيرقص ديلان مع كلوي وبيشربوا، وبيكون باين على ديلان انه بدأ يحبها. وبيرقص ويليام مع ميراندا وكيت مع إلبرت، وبتخلص الأغنية، بس ميراندا وويليام بيكونوا منسجمين مع بعض جدا. بس بتخرج ميراندا وهي زعلانة من اللي كيت قالته لها، وبيروح ويليام وراها وبيديها الجاكيت بتاعه وبيرجعها البيت. وبيقول لها ويليام انه محظوظ ان ابوه لسه عايش، وانه بيوفر له كل حاجة، بس هو حبها فيها، وانها مختلفة عن اي حد شافه او عرفه حتى. بس بتكون ميراندا قلقانة علشان هي مشردة وهو غني، وبتفكر وبيتسلى بيها. بس بيقسم لها ويليام انه حبها فعلا، وانها البنت الوحيدة اللي قدر يحبها في يوم واحد بس. وبيقول لها إن كان بيحكم على الكتاب من غلافه، بس عمره ما شاف اللي في قلب الكتاب، وبيطلب منها الزواج وبتوافق ميراندا. وبتنتهي قصتنا النهاردة على كده. لو انت من الأبطال ومكمل معانا لحد آخر الفيديو، ما تنساش الكومنت واللايك والشير. ولو انت مش مشترك معانا، اشترك معانا في القناة علشان يوصلك مننا كل جديد من ملخصات سمر وعبد القادر. سلام.